السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال لي نوغات بستر الدجاج، اللحم المفروم ديال ستر الدجاج وبمحشو اللي حشيتها بواحد الجبن ديال الموتزاريلا. كيجي لذيذ وغزال. اذا نحتاجو لواحد نص كيلو ديال ستر الدجاج اللي طحنته فرمته. كنضيف له واحد نص معلقه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال البصار ومعلقه صغيره ديال الزريعه ديال القزبور اللي مطحون ومعلقه ديال البصله مهروسه وجوج دروس ثوم مهروسين، معلقه الموطارد وجوج معالق كبار ديال لا شابلور. كنضيف لها واحد البطاطا وحده اللي سلقت وطحنتها او معسيها بالفورشات، وكنخلط الكل ديال المكونات حتى كيتجانس الكل. اذا هنايا كناخذ الموتزاريلا اللي قطعتها صبيعات وكنحاول نعطيها الشكل ديال اصبع، يعني اللي غادي يجي في قلب داك الحربول ديال النوغات. اذا غتختار واحد الجبن الموتزاريلا اللي كيكون مزيان. اذا كنحاول نقادو صبيعات بحال هكا وكندهن يدي بالزيت، وكناخذ واحد الكميه من صدر الدجاج هذا اللي ضفت ليه المكونات، وكنشكلو بهذه الطريقه اللي كتلاحظوا في الفيديو. اذا كنعطي شكل الاصبع وكنسرحو وكنوضع في الداخل ديالو في الوسط داك الاصبع ديال الجبن الموتزاريلا، وكنحاول نسد عليه بهذا الشكل. اذا كنمروا في الراحه ديال اليد وكنعطي شكل ديال الاصبع. هادو دي نوغات على شكل اصبع. اذا كننزلها كنعاود لاحظوا معايا كيفاش، يعني طريقه سهله ولكن نعاودش لكم كيجيو لذاذ، وديك التعليقات الفرماج الوسط كيعطيهم واحد المذاق عجيب. اذا هادو دي نوغات اللي يمكن لكم تنوعوا بها الوصفات ديال مائده رمضان ان شاء الله. كنحطهم في الثلاجه واحد 10 ديال الدقائق في الفريغو وكنخرجوهم. كنمروا كل اسبوع في الدقيق ديال الفورس وكنحيد الفائض ديال الدقيق. وهنايا لاحظوا معايا فقط كندوز عليه بالبيض بيضه وحده اللي طربت بالفرشات فقط باش ما تهش لي البيض بزاف. ومن بعد كنمررها في الشابلور اللي ضفت له، اما كتضيفوا له البافو، هنا ضفت له البافو او السانوج، وكنحاولوا نمروها في هذا الشابلور حتى كتاخذ تتهز لينا هاد الشابلور كامله. من بعد كنحتفظ بها واحد 15 دقيقه في الفريغو وكنجبدها عفوا، وكنقليها في حمام زيت ساخن نار متوسطه، واللي ما بغاش كيرش ليها شويه الزيت وكيدخلها الاير فراير او الفرن. اذا كنقلوها حتى كتحمر شويه وكنحطوها ورق نشاف. يعني وصفه هائله، كنتمنى انها تعجبكم وتروقكم وتروق الاطفال ديالكم كذلك، وبالصحه والراحه. ما تنساوش دعم القناه باللايك والبارطاج والاشتراك، ولكم الف شكر، ونتمنى لكم الصحه ودوام العافيه ان شاء الله، ورمضان كريم باذن الله، والى الملتقى في فيديو قادم ان شاء الله.